لو انت طالب طب اسنان تمريض او في المجال الطبي عموما فالفيديو ده ليك. اللي متابعني عارف ان انا بدات اتعلم الخياطه على سوتشر باد، لكن اللي واجهني ان السوتشر باد كانت خامتها سيئه جدا. فبعد سيرشات كتير لقيت الكت المناسبه، فتعالوا نجربها مع بعض. الكت دي طبعا فيها السوتشر باد ومعاها خيط الجراحه ومعاها الادوات بتاعه الجراحه اللي هنستخدمها. فتعالوا نفتحها مع بعض. وبس زي ما انتم شايفين جاي معاها الخيطين والنيدل هولدر والجرافت ومعاها المشرط. فتعالوا نجربها مع بعض ونعمل غرزة ونشوف الدنيا فيها ايه. الإبرة طبعا هنقسمها 4/4 ونمسك في الربع الأخير بالنيدل هولدر، ودي مسكة النيدل هولدر الصح، وندخل بزاوية 90. لا ما شاء الله، يعني السوتشر كيت دي كويسة جدا، مفيش أي قطع ولا أي حاجة خالص. طيب نجرب غرزة تاني. نلف لفتين، لفة تاني عكسية. لا لا ما شاء الله، ما شاء الله على السوتشرات دي. لا يعني أنا متفائل بيها والله، مفيش أي قطع خالص، خامتها حلوة جدا جدا. دي اللي هي 3 لاير، السكن والفات والماسلز، ما شاء الله. طيب البيدج اللي انا جبت منها هتلاقوا عندهم سوتشربات طبقه واحده وطبقتين وثلاثه زي اللي انا جبتها دي. مش بس كده، كمان دكاتره اسنان هتلاقوا سوتشر باد الخاصه بيكم، وكمان هتلاقي الباد على شكل الوش والايدين والرجلين، كل حاجه حرفيا هتلاقيها عندهم. ما شاء الله الخامه تحفه، مش بتقطع خالص زي ما انتم شفتوا معايا. هسيب لكم لينك البيدج في اول كومنت او في البايو لو حابين تطلبوها، واستنوا الفيديوز الجايه وانا بتعلم عليها. وبس كده، ما تنساش تعمل فولو وشير عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم.